بما عليه مذهب السلف فإنه مخالف للإجماع. وأنت تعلم أن الإجماع من أدلة الشريعة الصريحة، وهو دليل قطعي من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة بإجماع أئمة السنة، بل حتى عند جملة الطوائف إنهم يعتبرون دليل الإجماع. ولهذا إذا نظرت في كتب أصول الفقه وجدت أنهم يذكرون المخالف للإجماع نزل المخالفة النظام من المعتزلة مثلا، مع أن النظام من المعتزلة لا يخالف الإجماع إلا من حيث إمكان الانعقاد، وهو يمنع هذه المقدمة، وإلا على تقدير تسليمها لا ينازع بأن الإجماع من حيث هو نتيجة حجة لازمة، لأنه يتفرع عن نص صريح ولا بد، أو دلالة صريحة ولا بد، وهذا ما سموه في أصول الفقه بمستند الإجماع، وإن كانوا يسمون درجة منه وهو الإجماع السكوتي ظني من حيث الثبوت والدلالة، فهذا ليس هو المراد في مسائل أصول الدين. فإن مسائل أصول الدين لم يحفظ عن أحد من الصحابة أنه خالف فيه،